من هي الشاعرة جمانة جمال؟ عمرها الحقيقي وأصلها ومن أي محافظة؟ جمانة جمال، شاعرة وملحنة يمنية من أصل عدني، محافظة عدن، ولدت عام 2000 ميلادية وتبلغ من العمر 25 عاماً حتى سنة 2025 ميلادية. بدأت مشوارها مع الكتابة منذ أن كانت في 12 من عمرها، حيث كتبت الشعر الغنائي ولاقت كلماتها إعجاب المستمعين. فقدت والدتها الشعيبية في وقت مبكر، ورغم ذلك واصلت شغفها الفني حتى أثبتت نفسها في الساحة. تتميز جمانة بقدرتها على إتقان مختلف لهجات الوطن العربي، لكنها تتجنب الظهور الإعلامي المباشر، إذ تؤمن أن الفن يجب أن يقدم قبل أن يعرف صاحبه. ورغم تخفيها عن الأضواء، إلا أن موهبتها دفعتها من الظل إلى عالم الشهرة. بدايتها الفنية اكتشفها الملحن ياسر علي والأمير نايف بن سلمان، حيث كانت انطلاقتها من خلال ألبوم سفينة الروح، إذ كتبت ولحنت أغنيتين هما ما في اليد حيلة وبين معدنك بدري. تعاوناتها مع نجوم الشباب واصلت إبداعها مع مجموعة من الفنانين الشباب مثل من هو وليد الجيلاني، الفنان عبد العزيز، حسين محب، هديل وغيرهم. محطات مهمة مع نجوم العرب. قدمت أغنية للفنان عبد الله الرويشد بعنوان كل ما قلت أرتويت زادني وصلك عطش، بأسلوب روح المحضار. لحنت للفنانة أصالة أغنية الكرسي. قدمت للفنانة نوال الكويتية لحن أغنية على مهلك. تعاونت مع الفنان الكبير كاظم الساهر عبر قصيدتها مررت بصدري، حيث وصفها بأنها فنانة سبق فنها عمرها، واعتبرها إضافة لمسيرته. الشراكة مع فضل شاكر. من أبرز محطات نجاحها تعاونها مع النجم فضل شاكر، حيث كتبت ولحنت كامل ألبومه الأخير، الذي أعاد شاكر بقوة إلى المنافسة مع كبار نجوم الفن العربي. من أبرز أغاني الألبوم قمري، بالفصحى، صحاك الشوق، الحب وبس، غلبني، أحلى رسمت. أخيراً، جمانة جمال ليست مجرد شاعرة وملحنة، بل حالة فنية استثنائية جمعت بين الأصالة والتجديد. ورغم صغر سنها، استطاعت أن تحفر اسمها بين كبار نجوم العرب. برأيك، ما هو أجمل عمل قدمته جمانة جمال؟